الكورية اللي قدامنا دي بتقول لكم تعالوا اوريكم ازاي بشرتكم تبقى بتلمع وصحيه بالمنظر اللي هي بتوريه لنا وبتغيظنا كده، علشان بشرتها ما شاء الله فله وبتلمع. اول حاجه جابت جل صبار، والجل الصبار اهو موجود. تاني حاجه جابت لبن وحطيته عليه. للاسف انا مش عندي هنا لبن في المركز، او كان عندي لبن بس عملت بيه قهوه. طبعا زي ما بنظبط بشرتنا لازم نظبط كرشنا. اهم حاجه بقى عملتها لما عملت ميكس جامد ما بين جل الصبار واللبن، حطت الماسك. بصوا يا جماعه المساج اللي هي عملته، فضلت تعمل مساج كويس جامد لبشرتها علشان تنشط الدوره الدمويه، وتتاكد كمان ان الماسك اللي هي عملته اخترق طبقات الجلد، فبالتالي بشرتك هتستفاد منه. وبجد النتيجه هتكون كويسه جدا، لان انا جل صبار بستخدمه في اي وصفه من الوصفات بيديني نتيجه كويسه. بيعمل على الترطيب، بيعالج الحبوب، كمان بيعمل جلو حلو قوي. وكمان اللبن يعني غني عن التعريف في ماده اللاكتيك اسيد اللي هي اصلا بتعمل على تقشير طبقات الجلد الميت، وبتنور البشره وبتفتحها. لو عايزين تبقوا زي الكوريه القمر دي، جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو انت اول مره تشوفوني، انا الاء جمال، سكين كير اند هير سيرفيس. مع السلامه.